في فيديو النهارده من 5 في السريع انا جاي اتكلم معاكم عن احسن واحدث ساعة من هواوي نزلت دلوقتي، وهي الهواوي واتش جي تي 6. احنا وصلنا للجيل السادس واللي سعره هنا رسمي ب 12000 جنيه تقريبا. سعرها في المحلات وعلى امازون دلوقتي في رينج 9000 او 9500 جنيه. عايزين نتعرف على الساعة دي النهارده مع بعض ونشوف هل بتقدم مواصفات قوية مقابل السعر بتاعها ولا لا. وكالعادة معاكم محمد ابو اليزيد، قناة ريفيوتك، ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالى كده اوريك البوكس بتاع الجي تي 6، الهواوي واتش جي تي 6، وناخد عليه نظرة سريعة كده. مبدئيا هو شبه كل البوكسات العادية بتاعت هواوي. أول ما بتفتح بتلاقي في وشك الساعة، هي أول حاجة بتقابلك، واللي جايه باللون الشيك قوي اللي هو الأخضر اللي معانا النهارده دوت يا شباب. لما بتفتح هنا بتلاقي الكتب اللي محدش فينا بيقراها، وبتفتح الناحية التانية بتلاقي الشاحن، وأهم أبجريد حصل على الشاحن زي الفيت 4 اللي احنا كنا عاملاها في الفيديو اللي عندكم في الآيفون. تلاقي ان هو بقى القاعده بتاعته مصنوعه من المعدن، بس انا مش عارف ليه اليو اس بي ايه من جوه جايب لون بنفسجي زي الفيت 4 كده. تعالوا بقى ناخد نظره على الساعه نفسها يا جماعه، واللي هنا الديزاين بتاعها شكله تحفه باللون الاخضر دوت، والاستراب القماش في رابر شكله جميل جدا، وده منظر الساعه بالسنسورات بتاعتها. الساعه يا جماعه بصراحه حصل عليها شويه تطورات لذيذه قوي. بص بقى، انا مش جاي اكلمك على مواصفات الساعه لان كلنا عارفين مواصفات ساعات هواوي قريبه من بعض. انا جاي اكلمك على التطويرات والتحسينات اللي جت على الواتش جي تي 6. مبدئيا كده الشاشه بقت اكبر، البزل السوداء اللي بره في الحواف بتاعه الشاشه قلت كتير، فهتلاحظ ان استغلال الشاشه للمساحات بقى احسن بكتير، وواجهه الشاشه تحسها كبرت على الرغم من ان حجم الساعه من بره ما اتغيرش خالص. كمان مقارنه بالجي تي 5 والجي تي 4 فالبزل اللي بره دي مستواها هبط لتحت شويه، فهتحس ان الساعه بقت ارفع، بس خلي بالك ده هيخلي الشاشه عرضه انها تتخبط او تتكسر اسرع. السوفت وير اللي عندنا دلوقتي وهو الهارموني او اس 6 بصراحه سوفت وير سلس قوي، بيقدم تجربه سلسه وسريعه، والريسبونس بتاعه بصراحه بيخليه حلو قوي مقارنه باي ساعه نزلت من هواوي قبل كده. الحاجه اللي بعد كده وهي الصوت بتاع السبيكر بتاع السماعات اللي انت بتسمع منها ميوزك او بتشغل منها حاجه مثلا على الساعه او تعمل منها مكالمات. صراحه صوتها عالي شويه، بس تجربه الصوت هنا بقت احسن بشويه صغيرين جدا عن قبل كده. الساعه كمان بقى فيها نظام الاس او اس اللي هو زي اللي موجود في ابل، وهو الفول ديتكشن. لو انت فعلته ووقعت تقدر تدوس على الزرار بتاع الباور ده 5 مرات فيتصل بالرقم اللي انت ضايفه للفيفوريتس بتاعتك. من الحاجات بقى اللي عجباني على الساعه وهي انك بقيت تقدر تزامن كل جهات الاتصال بتاعتك او الكونتاكتس ليست بتاعتك على الساعه. فبقى دلوقتي عندك كل الناس اللي انت مسجلها عندك على الموبايل موجودين على الساعه، مش بس 10 اسامي تحطهم في الفيفوريتس زي قبل كده، لا دلوقتي انت بقى عندك كل الاسامي اللي موجوده على موبايلك هتلاقيهم موجودين هنا على الساعه، تقدر تختار منهم اي واحد وتتصل بيه على طول. مش بس كده، انت كمان بقى عندك كيباد تقدر تكتب رقم معين تتصل بيه من الساعه نفسها، وده ما كانش موجود قبل كده. من الحاجات اللي عجباني قوي بصراحه وهي الويدجتس اللي في الناحيه ديت. بقى عندك شويه ويدجت مثلا زي الكالندر، ودلوقتي الكالندر بقت تفتح كلها وعندك الشهور والايام كلها. طبعا بقى الويدجتس بتاعت الويذر بدل ما كان بيحط لك المعلومات كلها في نفس الشاشه، بقى عندك دلوقتي انك تسلايد يمين وشمال نسبه بقى الشمس والقمر، حاله القمر بقت عامله ازاي. بصوا حاله القمر بقت معروضه بشكل اكبر على الشاشه، فبصراحه استغلال الشاشه اتحسن قوي في الجي تي 6. كمان بقى عندك من فوق الحته بتاعت الاولويز اون ديت، بقت مش بس تقعد 5 دقايق زي قبل كده، بقى عندك اوبشن انك تخليها تقعد 10 دقايق و20 دقيقه كمان لو انت حابب. واخر حاجه عجباني برضو من الكويك سيتنجز اللي فوق ديت موضوع البرايتنس، انك بدل ما كنت بتخش في السيتنجز عشان تعلي البرايتنس، دلوقتي انت تقدر تسلايد من فوق لتحت كده وتتحكم في البرايتنس زي ما انت حابب. طبعا ده ناهيك عن البطاريه الجباره اللي الساعه لسه بتقدمها زي ما هي، واللي بتوصل ل5 ايام مع الاولويز اون ديسبلاي، وناهيك برضو عن كميه الكاستمايزيشنز اللي كنا بنقدر نعملها في الواتش فيسز. كمان دلوقتي عشان البروسيسور بقى اقوى، فانت بقى عندك امكانيه للواتش فيس انك تضيف فيديو، بس ده طبعا هيجي على حساب البطاريه. طيب زي ما لاحظتوا كده في الانبوكسنج وشويه المواصفات اللي قلناها على الساعه، ان الساعه حصل عليها شويه ابجريدز لذيذه قوي، وبصراحه دلوقتي في رينج 9000 جنيه بتقدم قيمه ممتازه مقابل السعر بتاعها. لو انت بتدور على ساعه بتقدم لك برايتنس وشاشه تحفه واداء بطاريه جبار، فانا انصحك طبعا بالهواوي واتش جي تي 6. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده من 5 في السريع. يا ريت لو حلقه النهارده عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.